السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد. النهاردة عايزين نأكل البط بتاعنا، والنهاردة تالت يوم ليه. عايزين ان شاء الله نشوف هنعمل له ايه. انا عندي هنا دوت قرفة. عندي طبعا العلف بتاعي، احنا كده كده حاطين على العلف كركم. الكركم ده حاجة أساسية. وهنا حطيت معلقتين قرفة، وهحط معلقتين حبة البركة على العلف. خدوا بالكم انا بعمل هنا العلف للفراخ البيضة، اللي هي الكتاكيت البيضة، وبعمل العلف للبط. فهو اكل واحد. طبعا هما اتنين صغيرين زي بعض. فهنا اديني لخبطت على العلف اللي انا حاطه عليه كركم، حطيت عليه القرفة، وحطيت عليه حبة البركة. وزي ما انتم شايفين بقلبه كويس كده. وبعد كده انا باخد منه شوية عشان احطهم للبط. طبعا البط من اسهل انواع الطيور في التربية. اولا هو اول اسبوع ما بياكلش تقريبا الا حاجات بسيطة جدا. بعد كده بقى ما شاء الله بيلحق على الاكل بقى، لان هو بعد كده بياكل كتير جدا. و... واغلب اكله بيبقى مش مكلف زي الفراخ البيضة. هو بياكل ممكن غالبا اكل البيت، بياكل العيش المبلول بيحبه قوي. آه، فهو من اسهل انواع التربية هو تربية البط. هنا حطيت النهاردة هنحط قرفة على كل الاكل بتاعنا، وعلى المية كمان. ليه؟ القرفة بتفتح نفسهم للاكل. بتدي مناعة عالية جدا للجسم. بتساعد في ان الطيور حجمها يكبر وتبدأ تتحول في الوزن. هنا برضو عندي برضو بروتين، اللي هو هنا فول. وكان عندي كنت عاملة حلبة، فحطيت عليها على الفول. حطيت عليه الحلبة، وحطيت عليه شوية علف. وزي ما انتوا شايفين كده انا بقلبه. هي خلطة قوية جدا جدا، وكلها بروتين. طبعا العلف فيه بروتين 23%، زائد الفول، زائد الحبوب بتاعة الحلبة. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبتها في طبق لوحديها. ومش هحطها طول اليوم قدام الكتاكيت، لا انا هحطها شويه كده وهحط لهم الطبق اللي فيه العلف. فهنا خلاص كده انا حطيت في الميه بتاعتي القرفه. وكده هاخد الاكل هبدا اوزعه ايه على البط وعلى الكتاكيت. هنا البط شلت طبعا الفرشه اللي تحتيه وغيرت الفرشه، وحطيت لهم تبن نضيف. وحطيت لهم طبعا غسلت الحاجات اللي بياكلوا فيها الطواجن، وغسلت الطبق اللي بياكلوا فيه. وبعد كده حطيت لهم اهو الاكل قدامكم. وهنا دي الفراخ البيضة. بسم الله ما شاء الله الحجم بتاعها بقى كويس، مناسب طبعا لعمر اسبوعين. زي ما انتوا شايفين، او اقل من اسبوعين. ما شاء الله حجمها بقى كويس. وهنا طبعا لازم ايدالهم طبعا لمبة زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت لهم بقى المية بالقرفة، وحطيت لهم اللي هو الفول اللي عليه العلف، وعليه الحلبة. طبعا هما شوية هياكلوا منه. بعد كده هشيله من قدامهم، واحط لهم العلف اللي هو محطوط عليه كركم وحبة البركة والقرفة. فهنا طبعا لسه طبعا الصبح، وهم كان قبلها بشوية انا كنت حاطه لهم علف. انا الحقيقة ما جوعتهمش قوي. المفروض عشان احط لهم حاجة كده ياكلوها بسرعة، وان انا لازم ابقى مجوعاهم ومعطشاهم. فانا كنت من شويه، من قيمه ساعتين كده ولا حاجه، كنت حاطه لهم طبق فيه علف، وحطيت لهم. لقيت ما فيش قدامهم اكل، فحطيت لهم. هنا البط بعد ما قفلت عليه، انا طبعا البط طبعا عشان لسه صغير فحركته بسيطه جدا. هنا بيبدا يتحرك اهوت وبيبدا ياكل. طب بس طبعا ايه، اكله ضعيف جدا لانه لسه في اول اسبوع. وهنا عندنا الكتاكيت ما شاء الله، هي بسم الله ما شاء الله حطيت لها الاكل. شلت طبعا قدامها الاكل اللي كان اللي هو الفول والعلف والحلبة. شلت اكلوا شويه وشلت من قدامهم الاكل، وحطيت لهم العلف اهم بياكلوا ما شاء الله. وحجمهم حلو ما شاء الله، على اسبوعين حاجه زي كده يعني. هما مش كبار طبعا قوي، بس بسم الله ما شاء الله حجمهم كويس. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله بياكلوا كويس. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لي لايك واشتراك وكومنت. وكلنا كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.